بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. حلقتنا النهارده ان شاء الله هنعمل فيها طاجن لحمة الراس. طبعا الخلطة اللي هنعملها النهارده هتمشي مع لحمة الراس، هتمشي مع الموزة، هتمشي مع العكاوي، مع اي قطعة لحمة عايزة تعملها طاجن هتعمليها بنفس الطريقة. بس النهارده احنا هنعمل لحمة الراس. طبعا انا عملت حلقة قبل كده كانت لايف اتكلمت فيها عن ازاي قبل ما تعملي لحمة الراس تسلقيها هتعملي فيها ايه. هسيب لكم الرابط تحت في صندوق الوصف، اللينك بتاع الحلقة، علشان اللي حابب ياكل لحمة الراس قبل ما يجيبها ويسلقها بالشكل ده كده يعمل فيها زي ما انا عملت قبل السليق. هسيب لكم زي ما انا قلت لكم اللينك في صندوق الوصف. وهنبدا ان شاء الله حلقتنا دلوقتي. في بدايه الحلقه عايزه اقول لكم لو الحلقه ان شاء الله عجبتكم تعملوا لي لايك وشير ليها، ولو اول مره تشوفوا القناه يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا علامه الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات. زي ما احنا شايفين كده بعد ما جهزنا لحمه الراس للسلق، حطينا ميه بقى وحطينا البصل وحطينا الطماطم. ده اختياري، في ناس بتحب تحط عصير طماطم وفي ناس ما بتحبش تحط طماطم خالص. احنا حطينا شويه عصير طماطم صغيرين عليها، وطبعا البهارات ورق لورا والحبهان وفصين قرنفل. ما تكتريش من القرنفل عشان ريحته بتبقى نفاذه قوي، بس ده حلو قوي قوي لان فوائد القرنفل ما شاء الله ممتازه. ماشي. هنبدا بقى نسيب اللحمه كده بالشكل ده بقى تكمل السليق بتاعها بقى، وان شاء الله هنرجع لكم بعد ما تسلق وننزلها من على النار. في ناس بتقول انها ما بتحبش لحمه الراس وفي ناس ما جربتهاش اصلا. عايزه اقول لكم معلومه مهمه قوي، عشان تاكلي لحمه الراس لازم تكوني عارفه التفاصيل بتاعتها. يعني ايه؟ هي لحمه الراس بيبقى فيها جزء من اللسان، بيبقى فيها اللسان يعني فيها جزء الراجل بيدولك كده بتاخديه بتلاقيه فيه محبب حتت بيضه كده، بيبقى البق من جوه بتاع الحيوان اللي هو الصدغ يعني. في جزء من ورا الودن، في جزء من عند الراس من ورا كده من عند الرقبه، ده بيبقى كله لحم. في جزء من اللغلوف الزور اللي بعد اللسان. فدي عباره عن دي كلها لحمه الراس. هكمل معاكم كلام كده وانا شغاله. احنا هنا حطينا الاول شويه زيت ذره وهنحط عليهم سمنه بلدي. تمام كده. ما عندكيش سمنه بلدي استخدمي سمنه عاديه، بس عايزه اقول لكم ان السمنه البلدي بتدي طعم بصراحه لا يعلى عليه في الاكل. انا مقطعه دلوقتي او احنا مقطعين عشان انا ما بعملش لوحدي الاكل. احنا مقطعين هنا دلوقتي تقريبا ما يعادل كيلو او كيلو وربع، كيلو وربع بصل تقريبا، عشان احنا هنعمل كميه كبيره. هنخلي بقى السمنه البلدي مهمه قوي ان احنا نحطها بعد ما نحط الزيت علشان ما تتحرقش. الزيت يسخن كده وبعدين تنزلي بالسمنه البلدي على طول. دي كميه البصل بقى اللي احنا مخرطينها زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده، وهنبدا نقلب فيها لحد ما تدبل معانا. هنرجع كده بعد كده بقى نكمل كلام عن لحمه الراس واحنا شغالين. لحمه الراس بيبقى فيها جزء من اللسان، او اللسان عموما بيبقى فيها جزء من الفك اللي هو الصدغ يعني. فيها جزء من ورا الودن، مش الودن طبعا، اللحمه من جوه من عند الودن. فيها جزء من بعد اللسان اللي هو الزور، الجزء ده بقى فيه كده قرقوشه. وفي جزء من عند الراس من ورا اللي هو من عند الرقبه، ده بيبقى فيه لحمه كده. البصله دبلت وحطينا عليها توم. ماشي. حطينا عليها راس توم كده متقطعه قطع صغيره بعد ما قشرناها وحطيناها. بعد ما التومه بدات كده برضو تدبل نزلنا هنا بالكزبره المطحونه، كزبره مطحونه بالشكل ده كده، وهنبدا نقلبها مع البصله والتومه بالشكل ده كده. لما البصله احمرت بقى حطينا قرنين من الفلفل الاحمر وهنقلبهم شويه كده برضو مع البصله، وبعد كده هننزل بالطماطم المعصوره بالشكل اللي احنا شايفينه. لحمه الراس دي عباره عن راس كامله على بعضيها، الكميه دي الراس كامله على بعضيها. تمام. هنحط بقى كده الطماطم وهنبدا بعد كده نحط البهارات بتاعه الطاجن. البهارات دي عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن كزبره مطحونه، كمون، فلفل اسمر، ملح، بهارات لحمه، شويه قرفه صغيرين. طبعا اللحمه احنا كنا مبهرينها واحنا بنسلقها، حطينا عليها حبهان وحطينا عليها قرنفل وحطينا ورق لورا وحطينا عليها برضو توابل لحمه. فالشوربه بتاعتها هنستخدمها هنا واحنا بنعمل الطاجن.
وبعد كمان لما نحط البهارات دي ونقلب كويس هندوق لقيناها عايزه ملح. مهم قوي قوي ان الملح بتاع الطاجن يكون مظبوط معاكي، لان انت ممكن تبقى ظابطه الاكل قوي والملح بتاعه يطلع عالي او يطلع قليل، فتلاقي طعم الاكل كله باظ معاكي. مهم قوي قوي انك تاخدي بالك من حته ان الملح انه يكون مظبوط ده. ودايما يا جماعه قبل ما نبدا الاكل او نعمل اي حاجه لازم نسمي، عشان ربنا سبحانه وتعالى بيبارك في الحاجه لما تسمى عليها، وايه وربنا يكرمنا كده وتطلع مننا مظبوطه في الاخر. هزود بقى شويه ملح كمان لان الملح طلع ناقص شويه بالشكل ده كده. عندنا بقى كمان كميه بصل زي اللي احنا عملناها كده في الاول، بس دي بقى بنقطعها. هحط بس رشه صغيره كمان من الملح. عندي بقى كميه بصل مقطعينها نفس الكميه اللي احنا حطيناها في الاول. بنقطعها، بنرش عليها ملح وفلفل اسمر وندعكهم كده في بعض، وبعدين نحطهم بقى على التسبيكه بتاعه الطماطم لما تتسبك بالشكل ده. شايفين الطماطم الكميه بتاعتها بتقل لما بتتسبك. هنسيب بقى البصله اللي احنا مقطعينها دي ومتبلينها تاخد لها في الصلصه كده غلوتين ونرجع لها تاني. يلا بينا نشوف اللحمه لما اتسلقت بقت عامله ازاي. دي اللحمه بقى طلعناها، بصوا ما شاء الله، بصوا اللي يشوفها ما هيقولش عليها خالص ان هي لحمه راس. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بصوا بسم الله ما شاء الله، بصوا من جوه عامله ازاي، حاجه كده منتهى الجمال. نيجي بقى دلوقتي عشان نحطها في الحله. عايزه اقول لك معلومه مهمه قوي، دي تحط تحتيها 10 خطوط. لحمه الراس ما تشتريهاش من جزار او من اي حد غير اما تكوني واثقه فيه، لانها لو كبيره بتقعد 3 ساعات على النار وممكن اكتر كمان، 4 ساعات كمان. لحمه الراس ما تجيبهاش غير من عند جزار تكوني واثقه فيه، او واحد بتاع لحمه راس بيبيعها وبتعرفي من الناس اللي بتشتري اللحمه دي حلوه ولا لا. هي لما بتكون صغيره ما شاء الله بتتسلق معاكي حلوه قوي 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 وبسرعه، وبتبقى من جواها اللون بتاعها وردي زي ما احنا شفناها كده. حطيناها في التسبيكه بقى اللي احنا عملناها للطاجن، وهنقلبها كده ونسيبها تاخد غلوتين، وبعد كده هنزود من الشوربه اللي احنا سلقنا فيها لحمه الراس. هنزود في الشوربه ليه اللي احنا سلقنا فيها لحمه الراس؟ لان الشوربه دي احنا مظبطين اللحمه قبل ما نسلقها، فالشوربه دي اصبحت شوربه صالحه ان انتي تطبخي بيها. تمام كده؟ هتقولي لي يعني ايه؟ هقول لك شوفي الحلقه، رابط الحلقه اللي انا حطاها في صندوق الوصف، وانت تعرفي الكلام اللي انا ايه بقوله لك ده معناه ايه، عشان اسهل عليكي يعني كتير. هبدا بقى دلوقتي نحط الشوربه ونزود اللحمه. هنحط الشوربه بقى ونقلب، لقينا اللحمه لسه عايزه شوربه تاني، هنزود كمان شوربه تاني. الشوربه طبعا زي ما انا قلت لكم متبهره والملح بتاعها مظبوط وكل حاجه تمام التمام، عشان الاكل يبقى معاكي طالعه على المسطره زي ما بيقولوا. الناس اللي عايزه تعرف انهي حته في لحمه الراس بتبقى اجمل حاجه، اللسان من اجمل الحاجات اللي موجوده في لحمه الراس يا جماعه حقيقي. والجزء اللي ورا اللي من عند الرقبه ده برضو الجزء ده بيبقى فيه لحمه كتير ما شاء الله. الناس اللي بتحب بقى سندوتشات السمين والكلام ده بقى تخش بقى على الفك كده وعلى عند ورا الودن والكلام ده اللي بتبقى فيه اللحمه اللي الجزارين بياخدوها يعملوها لحمه سمين كده. خلاص بقى هغطي عليها كده واسيبها بقى على النار. سبتها بقى كده خدت غلوتين او يعني قعدت شويه على النار، وبعدين لان اللحمه زي ما احنا شايفين كانت مستويه كده بقى. بعد ما اللحمه خلاص خدت لها غلوتين من على النار، حطيناها في الصواني وفي الطواجن، وهنحط على الوش بتاعها كده. ما دام عندك سمنه بلدي يبقى تحط على الوش قطع سمنه بلدي، ما عندكيش سيبها زي ما هي كده ودخليها الفرن تاخد وش. هي مستويه زي ما انا قلت، والتسبيكه بتاعتها تسبيكه طاجن مظبوط 100%. تاخديها بقى كده وتحطها في الفرن تحت الشوايه تاخد اللون الجميل وتطلعيها. احب افكركم تاني في نهايه الحلقه، لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير، ولو اول مره تشوفوا القناه يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا علامه الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات. طبعا انا هحط على كل الصواني اللي عندي بالشكل ده كده السمنه البلدي. طبعا انا هولع بس الشوايه بتاعه الفرن لان مش محتاجه الفرن في حاجه. التسبيكه ما شاء الله على المسطره، اللحمه مستويه زي الزبده،
اكتر مش فاضل لي غير حاجه واحده بس، ان انا احمر وش الصواني، ودي اهم حاجه. واحب افكركم تاني، لحمه الراس ما نجيبهاش من اي جزار، لازم يكون حد موثوق منه، لان لحمه الراس لو كبيره هتقعد منك من 3 ل 4 ساعات على النار وهتكرهك في عيشتك. لازم تكون من عند جزار موثوق منه، او من عند حد متخصص بيبيع لحمه الراس. وما تجيبيها من عنده اول مره، تجيبي كميه صغيره عشان تعلمي عليه. لو طلعت مش كويسه ما تجيبيش من عنده تاني، لو طلعت حلوه اعتمديه وهاتوا من عنده على طول. كده بقى ادخلها الفرن وهرجع لكم تاني بعد ما تطلع من الفرن. شايفين بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، الصواني طالعه من الفرن حاجه كده تفتح النفس، حاجه في منتهى الجمال، بسم الله ما شاء الله. خدت اللون الاحمر الجميل، وفي نفس الوقت الغنيه بالتسبيكه بتاعتها. الصلصه اللي احنا عاملينها ما نشفتش، لان احنا تقريبا سويناها على النار تمام التمام، يا دوبك دخلناها خدت وش بس. احلى لحمه راس تاكلوها. طبعا احنا كنا عاملين قبل كده الحلقه بتاعه المخ وبتاعه اللسان، كل حلقه للمخ وحلقه للسان. هسيب لكم اللينك بتاعهم في صندوق الوصف. واحب افكركم مره تانية، لو الحلقه عجبتكم تعملوا لي ليها لايك وشير.